باسم رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نور في الأجواء تألق باسم فاطمة، انحنى وتحطم هبل باسم فاطمة. باسم فاطمة أشرقت الأرض بنور ربها، باسم فاطمة تجلى نور الإسلام. فاطمة العظيمة هي تلك الطفلة الرحيمة، كم تصدت ودفعت الأذى عن أبيها. هي الزهراء الحورية الإنسية، لها جبريل خادم، فهي ابنة النبي الخاتم وزوج الوصي الرحيم، علي زوجها وريحانتيها السادة الأكارم، الحسن المسموم والحسين الشهيد المظلوم. في مثل هذه الليلة حينما حل الظلام، وقفت السيدة العظيمة تبث أحزانها للمدفون بالمدينة، تقف على القبر تنعى قمر الأقمار محمدا أبا القاسم الرحيم، تقف تشكو إليه الظلام بعدما كانت هي العزيزة الكريمة. يا محمد يا رسول الله، ابنتك وبضعتك عصرها الأعداء بين الحائط والباب، فنادت محمدا فلم تجبها. الله أكبر يا جبريل أدركها، فقد والله قد أسقطت جنينها. يا أيها القائم من آل محمد، صدى الزهراء يناديك لما لم تجبها، فقد والله منها الضلوع قد تهشمت. الله أكبر عجبا لما يا سماء لم تتشققي، ولما يا أرض لم تتزلزلي، فقد والله تزلزل قلب من خلقك الله لأجلها. ألا يا تخجلي وتدفعي عنها الظلام. وقفت فاطمة رغم كل الآلام ورغم اشتعال النيران بدارها، وقفت
لتحمي راية الإسلام والإيمان، فاجتمع القوم على إيذائها حتى عاشت صباها وهي معصبة الرأس محمرة الجفن والخد والعين. ألا لعنة الله على من آذاها، شليت يد اعتدت على سيدة الجنان، بضعتي النبي العدنان. فيا قائم آل محمد انهاض وعجل لنصرة الشهيد الطاهرة، وأوقف تلك الظلامة، فستفيض أرض طيبة من الأحزان، فهي لا زالت تشكو وتدعو ربها رفع الظلام. إلى متى سيبقى هذا الحال؟ إلى متى ونحن ننتظر رؤية قبر الجليلة فاطمة، ومن مثلها بين نور النبوة والإيمان